السلام عليكم. في قرار غريب أعفى التلفزيون العمومي الجزائري مراسله الرياضي المكلف بتغطيات أطوار مجريات كأس إفريقيا بالكوت ديفوار بسبب المغرب. وقررت القناة الجزائرية الرسمية التابعة للنظام العسكري الجزائري طرد المراسل الصحفي بعد أن بث تقريرا من أمام بنك مغربي بالكوت ديفوار. التلفزيون التابع للعسكر الجزائري اعتذر لمشاهديه عن إظهار البنك المغربي أثناء البث، واعتبره خطأ، وأكد إنه ليس إشهارا للبنك المغربي وإنما هو مجرد خطأ فادح. واستغرب متتبعون لهذا القرار الذي وصف بالصبياني للتلفزيون الجزائري، علما أن هذا الأخير قام مؤخرا بنقل لقطات مصورة في تقارير إعلامية تظهر أبناكا سواء أوروبية أو إفريقية في تغطياته لكأس أفريقيا. إلى هنا ينتهي خبر اليوم. شكرا للمشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. مع السلامة.